هل عمرك حسيت إنك عارف إيه اللي هيحصل قبل ما يحصل؟ شعور كده بيجيلك فجأة وبيحذرك، وكأنه بيقولك إن في حاجة كبيرة هتحصل. طبعا هتقول دي صدفة، صح؟ طب ولما الموضوع بقى يتكرر، وقتها هتسأل نفسك سؤال: هل فعلا في حاجة جوه عقلنا أقوى من الحواس؟ حاجة كده تخليك تشوف اللي جاي قبل ما يحصل. في الفيديو ده إن شاء الله هنستكشف مع بعض حقيقة الحاسة السادسة، وهنفهم مع بعض إزاي الإنسان ممكن يتنبأ بالمستقبل. تعالوا نغوص أكتر ونشوف الموضوع ده. الحاسة السادسة هو مصطلح بيدل على إدراك غير محسوس، وكأنه نوع من الحدث يدخل العقل والمشاعر، بيحذرنا من حاجة مستقبلية أو خطر غير مرئي. لكنها عزيزي المشاهد مش زي الحواس التانية اللي بنعتمد فيها على أعضاء معينة زي العين أو الودان. تقدر تقول كده عزيزي المشاهد إن الحاسة دي أقرب لكونها جزء من عقلك. تحس كده إنها شغالة في الخلفية، بتراقب وتجمع معلومات في صمت. بعض العلماء بيعتبروا إن الحاسة السادسة نوع كده من الإحساس الفطري، زي الإنسان كده بيبقى عنده قدرة خفية. في العصور القديمة الإنسان كان بيقدر يحس بالخطر، أو إنه حتى يقدر يتواصل مع غيره من غير ما يتكلم خالص. لكن بسبب التطور واستخدامنا للتكنولوجيا ممكن تكون الحاسة دي تقلصت أو ضعفت. عندك في قصص كتير عبر التاريخ بتحكي عن ناس توقعوا الأحداث قبل ما تحصل، زي كارثة 11 سبتمبر. في قصة مشهورة عن شخص اسمه مارك، كان راكب طيارة وهو قاعد فيها كان حاسس بتوتر غير طبيعي. هنا عزيزي المشاهد أنا مش بتكلم على قلق السفر العادي، ولكن كأن في حاجة بتقوله إن في كارثة جاية. ولما جه نزل في نيويورك الكارثة حصلت بعدها بساعات قليلة جدا. وقتها بدأ مارك يفكر مع نفسه: هل الحاسة السادسة دي فعلا بتحذره؟ عندك كمان سفينة تايتانيك، فيها القبطان إدوارد سميث قبل الحادثة بشهور كان عنده حلم بيتكرر عن سفينة ضخمة بتغرق. وقتها بدأ إنه يتجاهل الحلم، لكنه بدأ يحس بتوتر غير مفهوم. وقبل ما تبحر السفينة تايتانيك البعض بيقول إن دي كانت إشارة من الحاسة السادسة، وكأن العقل عارف اللي جاي. وكارثة تشالنجر، قصة كده غريبة عن شخص كان بيحس بشعور مريب في كل مرة يشوف تحضيرات انطلاق المكوك تشالنجر. حتى وقتها انه حاول ينصح ناس بعدم الحضور في يوم الاطلاق، وبالفعل حصل الانفجار المأساوي اللي قضى على كل اللي كانوا موجودين فيه. العلماء حاولوا كتير يفسروا ايه هي الحاسة السادسة، وفي 3 تفسيرات علمية رئيسية بيحاولوا يفسروا بيها الظاهرة دي. عندك التفسير الأول في نظرية الوعي الغير واعي، بتقول إن عقلنا بيلقط إشارات من البيئة اللي موجودة حوالينا، وده من غير ما نكون واعيين ليها، زي التغييرات البسيطة في لغة الجسد والأصوات الخفية، كلها تفاصيل العقل بيسجلها تلقائيا، وده من غير ما ناخد بالنا. بعدين لما العقل بيحس بحركة مشابهة بيدينا الشعور اللي بنسميه بالحاسة السادسة. وكمان في نظريات بتقول إن في وقت الخطر الجهاز العصبي عند الإنسان بيتحفز بشكل كبير جدا، وده اللي بيأثر على وعيه وقدرته على التنبؤ. ممكن الإنسان يحس بالخطر بناء على تجاربه السابقة، وده طبعا اللي بيفسر شعور بعض الناس بالقلق والتوتر الغير مفهوم. وفي نظرية التطور البيولوجي في علماء بيشوفوا إن الحاسة السادسة كانت نوع من الحماية الأساسية عند الإنسان القديم، ولكن مع تطور الحياة وفقدان الحاجة ليها الحاسة دي للأسف بقت ضعيفة، وأحيانا بتظهر عند بعض الناس بشكل متقطع جدا. وفي واحدة من أهم التجارب اللي كانت في معمل جامعة ستانفورد على قدرة الإنسان على استشعار الأفكار من على بعد، وقتها عملوا تجربة بيسموها باسم تجربة التخاطر ESP، ودي بتركز على إن الشخص يبعت فكرة من شخص
لشخص تاني، وده طبعا من غير أي تواصل كلامي. وقتها النتائج كانت غريبة، لأن في بعض الناس فعلا قدروا إنهم يستقبلوا رسائل، زي تجربة الأحلام التنبؤية وتجربة اختبار التوقع. مش بس الحاسة السادسة عزيزي المشاهد موضوع غامض، ده كمان مرعب لبعض الناس، لأن في ناس بتحكي إنها لما كانت بتحس بالحاجة قبل ما بتحصل كانوا بيحسوا بعبء كبير ومش طبيعي، وكأنهم شايلين سر كبير جدا. وكمان في بعض الناس بتقول إنهم شافوا أحلام مرعبة عن موت قريب أو حادثة، وبالفعل حصلت بعد كده. بيقول علم النفس إن الخوف من الحاسة السادسة ممكن يكون نوع من الاستجابة النفسية للقلق من المستقبل، وكأن العقل بيدور دايما على إشارات غريبة، وده بيعمل لنا نوع من التخويف المتواصل وبيظهر على شكل قلق غير مفهوم. وأخيرا بقى نيجي للسؤال المهم: هل فعلا الإنسان يقدر يتنبأ بالمستقبل؟ لحد دلوقتي العلم مش قادر يقدم إجابة نهائية، لكن الأبحاث والقصص الكتير بتقول إن في حاجة غامضة فعلا في عقلنا، ولسه العلم مش قادر يفسرها بالكامل. وفي ناس بيدوروا على طريق لتنمية الحس السادس، زي التأمل والتدريب على التركيز العقلي، تمارين بيقولوا إنها بتساعد على تطوير الحاسة دي، زي التأمل العميق وتجنب الضوضاء العقلية. لكن هل فعلا ممكن ننمي الحاسة دي؟ ده لسه سؤال مفتوح، محتاج دراسات وتجارب أكبر. في النهاية الأسئلة حوالين إدراكنا للمستقبل هتفضل دايما مصدر للجدل، لكن في مشهد واحد بيجمع الكل بيتمنى تكون عنده قدرة يشوف بيها اللي جاي، وكمان يفهم بيها إشارات العقل الغامضة. يمكن في يوم من الأيام العلم يوصل للإجابة الكاملة دي، بس لحد ما يحصل كده هنفضل دايما في حالة من الترقب والتساؤل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.